سمة التغيير طالت ماث هاوس بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، وفعلا كان عندنا مجموعة من التيتشرز على أعلى مستوى اللي غير شيفت، عمل شيفت كارير، واللي قال لك أنا هفتح مكان لوحدي، وفعلا بقى في متغيرات كتيرة. ولكن إحنا عشان إحنا ثابتين على منهج ثابت وعلى معيار ثابت، وإن إحنا فعلا شغالين بشكل على أعلى مستوى وعاملين منهجية للتعليم، ما تأثرناش بأي شكل من الأشكال. وده بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا عاملين نظام قوي جدا بيضمن للطالب وولي الأمر إن هو نحافظ له على المستوى التعليمي المميز، زائد كمان نوع الماتيريال اللي احنا بنستخدمها مش موجودين مع اي حد من التيتشرز اللي بره المؤسسه نفسها. وبالتالي احنا في مؤسسه ماث هاوس راعينا بشكل كبير جدا معيار التغير اللي موجود في اي حته في العالم، ولكن احنا الثبات اللي احنا اشتغلنا عليه كان هو انطلاقه ونجاح لمؤسستنا، ان احنا محافظين على جوده تعليم مناسبه لكل الناس، وفي نفس الوقت احنا بنطور من سكور الطالب من خلال فريق من المتابعه على اعلى مستوى. فاحنا محافظين على جوده المعلمين وجوده المدرسين اللي احنا شغالين معاهم، بحكم ان احنا عندنا معايير داخليه في المؤسسه هدفها الاساسي هو تطوير جوده التعليم. فعشان كده في ماث هاوس دايما مستقرين، دايما في نجاح، وده بفضلكم وفضل الناس المميزه جدا اللي احنا شغالين معاهم، وفضل جيش من الاستاف على اعلى مستوى هدفهم الاساسي ابنك يوصل لاعلى سكور ممكن.